في حاجات بتعملها كل يوم من غير ما تفكر، بتفتكر انها عادية، لكن الحقيقة هي اعراض استجابة صدمة. تأثير الشخص النرجسي لسه بيتحكم فيك حتى لو سبت العلاقة من سنين. هسألك سؤال: عمرك فجأة اتوترت لما الباب خبط؟ او فضلت ترتب البيت كتير عشان تحس انك متحكم في حياتك؟ او حتى شرحت تصرفاتك زيادة عن اللزوم وخفت ان الناس تزعل؟ لو اي واحدة من دي حصلت فاسمح لي اقول لك دي كلها تأثيرات النرجسي ومحتاج تتعامل معاها صح. النهاردة هنكشف 7 سلوكيات نفسية خفية ضحايا النرجسيين بيقعوا فيها، وسلوك رقم 5 هو اخطرهم لانه بيحولك تدريجيا لنسخة من المؤذي النرجسي. اهلا بيكم. لما تخرج من علاقة نرجسية بتفتكر انك اتحررت، لكن الصدمة الحقيقية انك لسه محبوس جوه انماط سلوكية انت ما اخترتهاش. انماط زرعها فيك النرجسي وبتشتغل تلقائيا من غير اذنك، والاخطر ان المجتمع حواليك ممكن يعظم بعض السلوكيات ديت ويعتبرها نبل، لكن هي في الحقيقة استجابة لصدمة الإساءة النرجسية. والنهاردة هنعرف السلوكيات ايه هي، هنعرف ازاي نكسر السلسلة ونسترجع تحكمنا في نفسنا. أول حاجة هي الإفراط في العطاء لدرجة فقدان الذات. عارف ايه اللي بيخليك تدي أكتر من طاقتك وتنسى نفسك تماما؟ مش لأنك طيب زيادة عن اللزوم ولا لأنك بتحب تساعد، السبب أعمق بكتير. لو كنت في علاقة نرجسية فأنت غالبا مريت بفترة كنت فيها دايما كل كلمة محسوبة، كل تصرف ممكن يعمل لك مشكلة، فبدأت تعمل اللي يرضيهم علشان تتفادى الانفجار. الدماغ ترجم ده انه اسلوب نجاة. ارضيه علشان ما يغضبش، غير مواعيدك علشان ما يقولكش انك مهمل، اسكت علشان ما يتحولش النقاش لهجوم. ده مش حب، دي استجابة عصبية لجسمك اللي اتبرمج على انه يرضي النرجسي علشان يحميك. بس مع الوقت نسيت انت مين. بقيت بتتحرك حوالين مزاجه، تقوم لما يصحى، تسكت لما يتضايق، تعتذر عن حاجات ما عملتهاش، وبقى عندك اعتقاد خفي ان وجودك مرتبط برضاه. وده اخطر شيء، لانك سلمت مفاتيح احساسك بالامان لشخص بيغذي نفسه بتحكمه فيك. السلوك ده اسمه الاسترضاء، وده مش ضعف، ده آلية بقاء. كل مرة بتدي اكتر من طاقتك علشان ما يزعلش، انت بتعلم دماغك ان سعادتك مش مهمة وانه هو المركز. لكن الحقيقة انت تستحق علاقة فيها تبادل، علاقة تحس فيها بالأمان من غير ما تضحي بنفسك في كل مرة. ولو بدأت تحس إنك دايما الطرف اللي بيتنازل، يبقى لازم توقف وتسأل نفسك: أنا بعيش ولا دي محاولة نجاة من ضرر النرجسي؟ وتاني سلوك بيظهر عليك هو الصمت الطويل. بتبقى مشهد بلا صوت، في نوع من السكوت مش هدوء، هو هروب، انسحاب كامل من الكلام، علشان الكلام زمان كان خطر. في العلاقة النرجسية كل كلمة محسوبة، فدماغك تتعلم ان الصمت يساوي امان. لكن لما العلاقة بتنتهي، العقد ما بتنتهيش، بتدخل مواقف جديدة ولسه ساكت. اي نقاش بتنسحب او تختار تسكت عشان تحافظ على امانك. بس السكوت المزمن مش بيحميك، ده بيعزلك، بيخليك غريب حتى عن نفسك. حتى وانت عندك رغبة تتكلم، تصرخ، ده بيبني جواك غضب انك مش عارف تعبر عن نفسك. بس في جدار داخلي دايما. كسر الجدار ده بيبدأ بحاجة واحدة: جرب تحكي عن نفسك حتى لو بشكل بسيط. كل مرة هتتكلم هتكتشف انك ما بقتش محاصر بآثار النرجسي عليك. وتالت سلوك هو انك تشرح تصرفاتك زيادة عن اللزوم، او ما يسمى بالافراط في التواصل. ضحايا الإساءة النرجسية بيقعوا في فخ انهم يشرحوا كل حاجة زيادة عن اللزوم، تبعت رسائل كتير، تبرر كل تصرف بس علشان تتفادى الصدام او تحاول تكسب رضاهم. ده بيحصل لانك اتعودت تبرر نفسك دايما بسبب اذى النرجسي. والسكوت بقى شيء مخيف، كأنك في قنبلة هتنفجر لو سكت. بتقول لنفسك: لو شرحت كفاية يمكن يفهموا، او على الاقل ما يغضبوش مني. لكن الحقيقة المؤلمة مفيش كمية شرح هتغير عقلية النرجسي. مع الوقت تفقد صوتك الحقيقي وتتحول لمجرد شخص بيحاول
يتجنب الرفض بأي ثمن. والأصعب إن السلوك ده ممكن يفضل معاك حتى بعد ما تخرج من العلاقة، تفضل تشرح أكتر من اللازم لأصحابك أو في الشغل وكأنك خايف حد ينتقدك. اسأل نفسك، أنا بتكلم علشان أتواصل ولا علشان أمنع رد فعل متوقع؟ تعلم تقف، تفتكر إنك مش محتاج تبرر وجودك لحد. رابع سلوك هو التحقق المستمر من غلق الأبواب. عمرك لاحظت إنك بتتأكد من قفل الباب أكتر من مرة؟ مش مرة ولا اتنين، كل شوية تتأكد وتقول لنفسك يمكن سبت الباب مفتوح. بس الحقيقة الموضوع مش عن الباب. لو مريت بعلاقة نرجسية، الإحساس بعدم الأمان بيعيش جواك حتى لو الدنيا حواليك آمنة. قفل الباب بيتحول لعادة بتدي عقلك وهم السيطرة. لما تتعرض لصدمة، جهازك العصبي بيفضل في حالة إنذار، والمشكلة إنك بعد ما تخرج من العلاقة المؤذية لسه بتتحرك بنفس ردود الفعل القديمة، مش لأنك ضعيف، بس لأن جسمك لسه فاكر التهديد اللي كان بيجي فجأة. بس في الحقيقة أنت محتاج تعلم نفسك من جديد إنك بأمان وإنك أقوى من اللي كنت فيه. خد لحظة، المرة اللي جاية تقوم فيها تتأكد من الباب، اسأل نفسك أنا خايف من إيه بالظبط، وخد نفس. قول لنفسك أنا هنا، أنا بأمان، ومرة واحدة كفاية. الأمان الحقيقي مش في القفل، الأمان جواك، وبيبدأ من قرار إنك تتعافى بدل ما تعيش في ظل الخوف القديم. وخامس سلوك هو تقليد النرجسي من غير ما تحس. تخيل إنك كنت بتقاومه بكل قوتك، وبعد ما خرجت من العلاقة لقيت نفسك بتتكلم زيه، بترد بنفس طريقته، بتستعمل نفس أسلوبه اللي كان بيكسرك بيه. ده لا يمكن يكون صدفة. العقل بيقلد المؤذي مش لأنه موافق عليه، لكن لأنه شايف فيه وسيلة للنجاة. زي الطفل اللي بيصرخ بنفس النبرة اللي اتعنف بيها قبل كده، بس مش لأنه قاصد، لأنها اتزرعت جواه. بس المشكلة إنك مش بتاخد السلوك بس، انت بتاخد الهوية، بتبعد خطوة عن خطوة عن نفسك. الحقيقة انك ممكن تأذي اللي حواليك بنفس الطريقة وانت مش واخد بالك. لاحظ، راقب نفسك، وقف، مش علشان تلومها لكن علشان تسترجعها. صوتك الحقيقي مش اللي انت بتردده او بتكرره، صوتك هو النرجسي منعه من زمان ولازم ترجع تسمعه تاني. سادس سلوك التنظيف المفرط بحثا عن سلام زائف. في ناس بتقعد تنظف 4 مرات في اليوم، مش حبا في الترتيب لكن خوفا من الفوضى. مش فوضى البيت، فوضى الحياة. لو كنت عشت مع شخص نرجسي، الفوضى الصغيرة كانت كفيلة تفجر أزمة كبيرة تتحول لمحكمة، فدماغك سجل النظام يساوي نجاة. ومن وقتها ايدك ما بطلتش تشتغل وعقلك ما عرفش يرتاح غير لما بقت كل حاجة حواليك مثالية. بس الحقيقة المثالية مش أمان، المثالية سجن ناعم. كل ما تظبط حاجة بره، جواك بيتفكك أكتر، لأنك بتستخدم السيطرة كبديل عن الراحة، وبدل ما تهدى بترهق أكتر. جرب تبطل تتصرف بمثالية في ترتيب الأشياء واسأل نفسك، هل حصل كارثة ولا أنت لسه بخير؟ وقتها تعرف إن أمانك مش مشروط بالترتيب المبالغ فيه. 7 سلوك التوتر المبالغ فيه عند سماع خبط على الباب أو رن التليفون. جرس الباب أو خبطة بسيطة ممكن تخلي نبضك يعلى من التوتر. ليه؟ لأن عقلك لسه مربوط بذاكرة قديمة، في خطر جاي من ورا الباب. لما كنت في بيئة نرجسية، خبط الباب كان ساعات معناه مشكلة. الدماغ بيفضل في وضع الطوارئ حتى بعد ما الخطر بيختفي. الصدمة بتغير استجابتنا للمحفزات اليومية، نخاف من حاجات بسيطة لأن جسمنا لسه فاكر الألم. دقات قلب سريعة، أعصاب مشدودة، وإحساس داخلي مش مبرر. بس أنت تقول لنفسك عادي، يمكن أنا شخص قلق. لكن لا، ده مش عادي، ده مش قلق طبيعي، ده أثر الصدمة سايب علامة جواك ولسه بيتفاعل. لو كنت في علاقة نرجسية، خبط الباب ما كانش مجرد صوت، كان إعلان عن مشكلة جاية، صدام، إهانة، عقاب، وجسمك سجل ده بطريقة ما بتتلغيش بسهولة. ومن وقتها أي صوت شبهه بيشغل جرس إنذار داخلي حتى لو انتهت العلاقة.
جهازك العصبي لسه عايش في حالة طوارئ. المخ بيصدق ان الخطر لسه حواليك، بس المشكلة انك خلاص مش عارف تفرق بين الماضي والحاضر. التوتر بيشتغل تلقائي وانت مش قادر تربطه بسبب واضح، فتفتكر العيب فيك. خد بالك من اللحظة دي، كل ما جسمك يتوتر من صوت بسيط افتكر ده مش ضعف، ده جرح قديم بيطلب وعي جديد. اقف، خد نفس، وقول لنفسك انا مش هناك، انا هنا، انا آمن، انا اتحررت. حتى لو جسمي لسه بيتعلم يصدق ده. المشكلة الكبيرة مش في السلوك نفسه، المشكلة ان في ناس كتير جدا مش عارفة ان دي سلوكيات ناتجة عن صدمة. بيفكروا ان ده سلوك طبيعي، او انهم بيحبوا النظام زيادة، او بيشرحوا نفسهم علشان يتفهموا اكتر. لكن الحقيقة كل عادة من دول اتخلقت في بيئة كان فيها تهديد، كان هدفها النجاة مش الراحة. والمخ لما بيتبرمج على النجاة بيفكر ان ده الوضع الطبيعي. ودلوقتي ايه اكثر سلوك فكرت انه طبيعي واكتشفت انه علامة على جرح؟ شاركونا التعليقات.